السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الشنطة احنا كنا صورناها قبل كده وكانت في وسط ورد وزرع وحاجات كده وانتوا اعترضتوا على التصوير فاحنا بنعيد تصويرها تاني، بس المرة دي هي جوه بوكس تصوير علشان ما يبقاش حوالين منها دوشة قوي. يعني انتوا هتلاحظوا حتى ان هي جوه حاجة. و تعالوا معايا بقول لكم دي ايه. الشنطة عبارة هي نحاس، مصنعة من النحاس، وطبعا هي يدوي كلها ونحاس. احنا طالينها دهب 24، الاصفر ده دهب 24 والابيض فضة 925، بس هي الخامة الاصلي بتاعها يعني نحاس، وده طلع فوق منها. والنحاس معمول بطريقة ربوسيه زي ما انتوا شايفين كده، النقش ده كله ربوسيه يدوي طبعا، وهي نفسها منفوخة. و اللهم صل على سيدنا محمد. كده طولها 18، عرضها عفوا 18 سنتي، في طول حوالي 15 سنتي، والعمق بتاعها هي مش عميقة قوي، هي يعني يا دوبك تشيل حاجات خفيفة قوي قوي قوي، يعني قلم روج، فلوس، حاجات خفيفة يعني متاخدش موبايل. و ده الوش بتاعها طبعا. ده الظهر، ظهرها اهو برضو منقوش، هي كلها نحاس ريبوسيه الا القطعة دي اللي هي القفل بتاعها ده سك نحاس، وهي متبطنة من جوه قطيفة زي ما انتم شايفين كده اهي. المفصلة اللي ورا اللي هي بقى ماسكة القطعتين في بعض دي برضو معمولة سبك. نيجي للتحفة الفنية اللي فوق دي. اليد بتاعتها ربنا يبارك له احمد عملها لنا من قرن الجاموس، حلقتين دولت. واليد دي ده كل ده قرن جاموس طبيعي طبعا. والسلسلة برضو من قرن الجاموس طبعا، المنتج كله يدوي 100% وطبيعي طبعا. والشنطة مميزة ومش موجود منها خالص، هي ما اتعملش منها غير قطعتين، القطعة دي وقطعة كمان اصغر شوية، والاتنين بتوعي ف يعني مش عارفة، هي كده بتهيألي واضحة اكتر من الصور وباينة معالمها اكتر من الصور، ومتعوب عليها. الشنطة دي معمولة بمزاج وقعدنا نعملها كتير، يعني هي خدت لها بتاع، لو اقول لكم انها خدت بتاع 6 شهور مثلا، بس طبعا مش بنشتغل بيها دايركت 6 شهور يعني، انما هي واخده حوالي، اذا هنحسب الوقت اللي اشتغلناه فهنقول مثلا ان هي واخده حوالي شهر شغل مثلا. بس يعني على مراحل بقى، يعني الفينش الاخير ده وصلنا بعد 6 شهور. شكرا.